لو انت عندك قناه على يوتيوب وشغال على يوتيوب بتجيب منه ريفينيو كويس او فلوس كويسه، فالفيديو ده ليك، فلازم تشوف الفيديو ده لحد الاخر لان هو جواه ابديت مهم جدا وهيفرق معاك جدا في الفلوس اللي بتكسبها من يوتيوب. فمن الاخر الفيديو ده مهم جدا. يوتيوب بعت ابديت لكل اليوتيوب شانلز، هتلاقوه موجود عندكم في الايميل، بيقول ان في تعديلات هتحصل على انواع الاعلانات اللي هي الفلوس، اللي هي اللي بتجيب لك الفلوس على قناه اليوتيوب بتاعتك. فلازم تعرف بالظبط الميل اللي جه ده زي ما انت شايف دلوقتي، لازم تبقى عارف الميل ده معناه ايه او ايه الهدف منه. طيب يوتيوب كان بيحط اعلانات على الفيديوهات اللي هي اصلا اكتر حاجه بتجيب فلوس على الفيديوز، اللي هي حاجه اسمها السكيبل والنون سكيبل فيديو ادز، اللي هي الاعلانات القابله للتخطي والغير قابله للتخطي. وفي نوع ثالث اللي هو الميد رول ادز. يوتيوب بعت الميل ده عشان يقول ان بدايه من نوفمبر هو هيعمل شويه تعديلات بحيث انه يقدم للكرييتور او صانع المحتوى اكتر تجربه من خلالها يقدر يكسب منها فلوس من الناس اللي بتتابعك. يعني هيظبط موضوع الانترفنشن او موضوع الاعلان اللي بيظهر في نص الفيديو، هيظبط موضوع الاعلانات اللي المشاهد بيتفرج عليها اصلا على الفيديوهات بتاعتك لو بيتفرج عليها ولا لا، هيقللها او هيزودها على حسب انجيجمنت او تفاعل الناس مع الاعلانات اللي بتشتغل على الفيديوهات بتاعتك. وكمان الميزه اللي انا شايفها خرافيه، هي شغاله على فكره بقى لها 3 4 شهور، مش عارف جربتوها ولا لا، انك تقدر تحط اعلان وسط اللايف وهو شغال. يعني دلوقتي اللايف شغال زيك زي التلفزيون بالظبط، تقدر بايديك تقول له حط لي اعلان في وسط اللايف ده، اوتوماتيكلي بيقول لليوزر ان اللايف هيكمل بعد الفيديو ده. ولو حابب ان انت تمنع الاعلان ده انه يشتغل كمتفرج على اللايف تقدر تعمل ده. فده من الابديتس الحلوه قوي الهايله في اللايف على اليوتيوب، خصوصا ان اللايف على اليوتيوب من اهم اللايفز اللي موجوده على السوشيال ميديا بلاتفورمز كلها، لان هو بيتسجل وبيفضل موجود على القناه، بل وكمان ممكن تعمل منه اديت وتقطع منه فيديوز وتنزلها على القناه بتاعتك، فانت كسبان من اللايف وهو شغال، من الاعلانات اللي في اول اللايف ومن الاعلانات اللي في نص اللايف دلوقتي والاعلانات اللي في اخر اللايف، وكمان بعد ما اللايف بيخلص بعد ما ينزل على اليوتيوب شانل تقدر تعمله داونلود وتقطع منه فيديوهات وتنزلها او تعمل ريميكسنج منه وهو على القناه بتاعتك. طيب لازم تقرا التحديث ده كويس جدا ولازم تفهمه ولازم تعرف كل حاجه فيه بتتكلم على ايه عشان تقدر تستفاد منه اكتر استفاده. حاجه تانية ونصيحه مهمه قوي، الاعلانات اللي بتتحط في وسط الفيديوز بدايه من نوفمبر مش هتبقى موجوده، فده معناه انك انت لازم تخش بنفسك تحط اعلانات جوه الفيديوهات بتاعتك الطويله اللي هي اكتر من 8 دقائق، اللي هي 8 دقائق وثانيه، تبدا انت تخش تحطها بايدك في اماكن ما تضايقش الناس، ما تضايقش المشاهد من الفيديو بتاعك. لو دخلت على الميد رول هتلاقيها فاضيه، ما بقتش زي الاول. اليوتيوب كان زمان بيقترحها عليك، دلوقتي لا، انت لازم تحطها بايدك بدايه من نوفمبر. طيب التحديث اللي جالنا على الايميلات ده هيطبق على الفيديوهات القديمه والجديده؟ لا، هيطبق بس على الفيديوهات الجديده بدايه من 1 نوفمبر على الفيديوهات الجديده. الفيديوهات القديمه محطوط عليها اعلانات خلاص تمام متظبطه ومفيش اي فيها مشكله. يا ريت اكون وضحت لكم الابديت وفهمتوه كويس وعرفتوه. طبعا لازم تخشوا تقروا برضو عنه، انا بس بديكم نبذه عنه مش اكتر. لو حابين تعرفوا اكتر عن اليوتيوب وعن السوشيال ميديا وعن المانجمنت بتاع السوشيال ميديا وكل الابديتس الجديده، اتمنى ان انتوا تتابعوني على اليوتيوب تشانل بتاعتي اللي هي سوشيال ميديا ويز ماندو، youtube.com/social media with mando، هتلاقوا اللينك طالع دلوقتي. بشكركم جدا وبشكر متابعتكم، يا ريت تكون فدتكم بالفيديو الصغير ده، وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.